5 شخصيات سياسية عليها أكبر قضايا فساد. جزء 2. نور زهير جاسم، رجل أعمال متورط بقضية سرقة القرن، اختلاس 2.5 مليار دولار من حسابات هيئة الضرائب العراقية. حكم عليه بالسجن 10 سنوات في غيابه وما يزال مطلوبا. رائد جوحي، مدير مكتب سابق لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حكم عليه ب6 سنوات في القضية نفسها بتهم تتعلق بتسهيل اختلاس الأموال أثناء عمله في مكتب رئيس الوزراء السابق. هيثم الجبوري، مستشار سابق أحد المتهمين في سرقة القرن، وصدر ضده حكم بالسجن حوالي 3 سنوات على خلفية نفس الفضيحة. عبد الفلاح السوداني، وزير سابق وزارة التجارة، صدر بحقه اتهامات قوية بالفساد المالي في وزارة التجارة عام 2009، واستقال بعد ذلك، ثم أدين وحكم عليه بالسجن لسنوات عديدة بتهم تتعلق بصفقات واستغلال نفوذ في برنامج استيراد المواد الغذائية. شاكب الزاملي، مسؤول استثماري سابق، كان رئيس لجنة الاستثمار في بغداد، وأدين وأرسل إلى السجن لمدة 4 سنوات بتهم الرشوة والفساد في مشاريع حكومية، وما زال هناك قضايا أخرى جارية ضده.